السلام عليكم. دلوقتي هنتكلم على ديكوباج القماش، المقدمة النظري. طيب ديكوباج القماش هنتكلم على 4 حاجات فيه. أول حاجة أنواع الأقمشة. أنواع الأقمشة اللي أنا ممكن أشتغل عليها ديكوباج للقماش، الكتان اللي هو الدك، زي مثلا ده، أو زي التوت باج. وده بنشتريه جاهز من عند الناس اللي بيبيعوه، هسيب لكم صفحات بتبيعه. وكمان جلد المقلوب ده، لو انتوا عندكم حداديات يعني بتاعت صالون مثلا وعايزين تجددوه، هو معمول من الجلد المقلوب ده، نقدر نشتغل عليه برضو بالديكوباج القماش. لو برضو قطيفة نقدر نشتغل عليه. والقطن زي مثلا الطرح، زي اللبس انا عاملة مثلا دي، وهنا من ورا برضو بنفس طريقة الترانسفير الحراري اللي هنتكلم عليها دلوقتي، وهنشتغل بيها برضو عملي في الفيديوهات. انواع الرسومات بتطبع على ايه؟ هل بتطبع على ورق ابيض عادي؟ لا، بتطبع على في عندي 4 انواع من الاوراق انا ممكن استخدمها. اول نوع هو ما يعرف في مجالنا بالترانسفير الحراري، بس هو لو قلته لناس خارج المجال بتاع الديكوباج على ترانسفير حراري، ده مش هيفهم هو ايه. هو اسمه DTF، وانا بطبعه عند اريج. يجي بالمنظر ده، بيكون هو معاه اللزق بتاعه من ورا، وبطبعه والزقه بالمكوى زي ما هنشوف. ممكن الترانسفير الاحبار ده برضو بيطبع عند اريج. قولي له انا عايزه اطبع سبليميشن برضو، يعني ده في الوسط الديكوباج، قولي لهم ترانسفير احبار. لكن لو حد ملوش علاقه بالمجال بتاعه الديكوباج، قولي له انا عايزه سبليميشن، بتطبع سبليميشن. ده برضو بيطبع عند أريج أو عند المحلات اللي هي بتطبع مجات. بيكون عندهم المكن بتاع السبليميشن ده، بيحتاج برينتر بس معين، أحبار معينة وورق معين، علشان الأحبار تسيب الورق بعد كده بالحرارة بالمكوى وتتنقل على الملابس. احنا مش هنشتغل ده عملي، بس لأنه الأسهل والمنتشر أكتر دلوقتي هو الترانسفير الحراري، ده هو التوب. زي ما هنشوف دلوقتي. ممكن استخدم مناديل مطبوعه، مناديل مطبوعه اللي هي بتبقى شبه القماش كده وبتكون طبقه واحده، دي برضو ممكن استخدمها. برضو هنشرحها نظري. بنستخدم لزق اسمه اول ان وان جلو بتاع شركه بيوما. احنا هنا معظم الماركات اللي هنستخدمها في ديكوباج القماش من شركه بيوما، بس دي مش دعايه ليها، يعني انا ماليش مصلحه معاهم، بس هي فعلا الشركه اللي انا لقيت فيها منتجات حلوه واسعارها حلوه، وهسيب لكم برضو لينكات الاماكن اللي تجيبوا منها. بستخدم اللي هو الاول ان وان بيوما ده، بدهنه على السطح بتاعي، مثلا على القماش هنا. مثلا هلزق المنديل في الحته دي، هروح دهنه هنا الاول ان وان جلو ده، واسيبه ينشف خالص. وبعد كده اروح حاطه المنديل بتاعي وفوقيه ورقه زبده والمكوى واكوي، فبيروح الغيره بتاع اول ان وان ده سايح وماسك في المنديل بتاعي. هي عيب بس المنديل ان هو ما ينفعش ان انا اغسل بعد كده الكوشن دي في الغساله، فوطه منديه كده وامسح المكان بتاعي، لكن ما ينفعش ابدا تتحط في الغساله. لكن اللي هو الترانسفير الحراري ده اصلا بتاع التيشيرتات، وهو المفروض انه امن جدا في الغسيل، ما بيشققش، كويس جدا جدا. عشان كده بقول لكم هو ده التوب في الطباعه دلوقتي، وهيريحكم كتير. رابع نوع بنقدر نلزقه هي المناديل الخفيفة خالص، اللي هي النابكنز بتاعت عيد الميلاد، اللي بتكون 3 طبقات، وانا بشيل الطبقة الخفيفة اللي مرسومة بس. زي ما هناخد بعد كده هوريكم شنطة اشتغلنا عليها بالمناديل باستخدام فازلين العنكبوت، اللي هو بيبقى بنلزق بيه مثلا في طرف بنطلون مثلا او طرف جيب علشان نقصره. هو نفسه اللي بستخدمه هنا، بس هو بيتباع في بالمتر، وفي بيكون رفيع كده. انا باخد اللي بالمتر على اساس اقدر احط تحت المنديل كله ويتلزق كويس. فده اخر نوع من الانواع الاوراق اللي اقدر الزقها على القماش. طيب انواع الالوان بقى، عندي اول حاجه اقدر استخدمها الوان القماش، تاني حاجه الوان الاكريليك، وتالت حاجه بديل الوان الاكريليك. طيب كل واحد انا هقول لكم ايه ميزته وعيبه. الوان القماش في طبعا ماركات كتير برضو. لو انتوا هتشتروا مثلا الاول ان وان بلو ده، ممكن تاخدوه الوان القماش بتاعت بيوما. هي بتكون خفيفه،
ميزتها ان هي ما بتنشفش القماش. يعني مثلا الناحيه دي انا اشتغلت بالوان قماش، هي ده كانت كوشن قديمه عندي وانا بحاول اجددها، فاشتغلت هنا بالوان قماش، كنت لسه هديها طبقات تانية. المهم الشاهد ان هي ما نشفتش قوي، ما نشفتش القماشه قوي. انما هنا انا اشتغلت ببديل الاكريليك اللي هو بيكون بلاستيك ابيض وعليه ورنيش مائي بينشف شويه القماش، لان بحتاج هنا كذا طبقه لاني بجدد الكوشن، فعايزه اسسها واطمس اللون الاساسي واحط انا لون جديد، فاحتجت كذا طبقه. ده خلالي ان الكوشن ناشفه شويه. طبعا انا كنت لسه هكمل عليها، بس قلت افهمكم ايه الفرق بين الالوان القماش والالوان بقى الاكريليك وبديل. برضو عيب كمان الالوان القماش ان هي طبعا مش متوفره في كل مكان، بس المفروض انها بتتباع برضو في المكتبات. ولو هتشتروا اونلاين ممكن تشتروا بيوما، وهسيب لكم برضو لكم صفحه مدام نيفين مجدي اللي بتبيع الخامات بتاعه بيوما، وهي بصراحه الحاجات هايله جدا. تاني حاجة هو ألوان الأكريليك. ألوان الأكريليك بتثبت على حاجات كتير قوي، فاحنا بنستخدمها في معظم الأسطح عادي جدا. ميزتها إن هي متوفرة عند المكتبات كلها وفي منها أنواع، بس عيبها إن هي غالية نسبيا. طيب تالت بقى حاجة، وهو ده اللي احنا بنستخدمه في الورش وبنشتغل بيه واشتغل معاكم بيه في العملي، هو بديل الأكريليك. وده بنعمله من GLC 3030 اللي هو بلاستيك ابيض بنجيبه من عند الموان، وبنحط منه مقدارين لمقدار من الورنيش المائي الشفاف برضو بتاع GLC. فباخد مقدارين من GLC 3030 على مقدار من الورنيش المائي الشفاف بتاع GLC، واخلطهم ببعض كويس والونهم بمركزات الالوان، وكده احصل على اللون اللي انا عايزاه. وطبعا زي ما احنا عارفين ان انا اقدر اخلط اي حاجات مائيه مع بعض، فاقدر احط بديل الاكريليك ده عليه شويه من الالوان الاكريليك لو انا عايزه اطلع درجه لون معينه. ما عنديش مثلا في مركزات الالوان الوان اورنج مثلا كمثال يعني، بس هو في اورنج، بس بقول لو ما فيش عندي اورنج فممكن احط على البديل الاكريليك ده شويه لون اورنج عشان يديني مع الابيض يديني سيبون وهكذا. فدي كانت انواع الالوان، وبديل الاكريليك هو اللي احنا بنشتغل بيه، بس زي ما قلت لكم برضو بيكون بينشف القماش شويه معايا، فلما هنشوف في العمل ببله القماش كويس، وبرضو بالتكنيك ان انا اعمل بالفرشه كويس زي ما هنشوف، بحيث ان القماشه تتشرب اللون من غير ما احط كميه لون كبيره تنشف القماش معايا. وفي الفيديو الجاي هنتعرف على انواع المعاجين اللي ممكن نستخدمها ونزين بيها الكوشنز بتاعتنا او اللبس، بحيث انه ما يبقاش مجرد حاجه ملساء، لا نعمل لها ملامس وبروز هتبقى حلوه جدا وشيك. ايه هي انواع المعاجين اللي بستخدمها؟ هما 3. اول نوع الفيلفت بيست، وده اللي هو بديل التطريز، بنستخدمه بالستنسل وبالسشوار زي ما هنشوف في العملي. وتاني واحد البريليانت، وهو بيكون ريليف كده ليه سن رفيع قوي، و يعني ببرز بيه الاجزاء بتاعتي في الكوشن. وتالت حاجه التشايني بيست، وده بيكون معجون لونه ذهبي، ممكن انا استبدله بالذهبي المائي العادي خالص بتاع ستارت او بتاع GLC، واحط عليه بودرة ذهب. طيب دول كلهم بتوع شركة بيوما برضو، وهسيب لكم الصفحة اللي تقدروا تشتروا منها الكوشنز بيوما، الوان القماش والاول ان وان جلو وكل المعاجين دي. في الفيديو الجاي هنتعرف ازاي ان احنا نلزق جاكيت بالترانسفير الحراري، تكون الرسمه ما فيهاش خلفيه. وهنتعلم كمان ازاي نعمل الكوشن دي، بنجيب الرسمه تكون اصلا بخلفيه واحنا نلزقها زي ما هي بالمكوى. ونعرف كمان ازاي نلزق المناديل الخفيفه خالص، وكمان هنشوف الطريقه بتاعه دمج الالوان مع الكوشن بالفيلفت والتشايني بيست. اشوفكم الفيديوهات الجايه، مع السلامه.